طب بأي منطق نادي بيراميدز اخد مكان الاهلي؟ من ناحية يعني بطولات، عدد مشاركات في دوري ابطال افريقيا مثلا. مش فاهم. طب انت يعني بيراميدز فرقة قوية وكل حاجة والدنيا تمام وناس بص، معاها سكواد 10/10. ولكن لما تيجي تتكلم في تاريخ بعيدا تماما عن ان انت تقول النادي ده ياخد مكان ايا كان. يعني هو النادي ده اخد مكاني مثلا عشان خد دوري ابطال افريقيا؟ عادي يعني. خلاص يا عم، خد مكاني عشان هو خد دوري ابطال افريقيا. بالمنطق بتاعك ده، لما بني عبيد طلعتك من كاس مصر، هل هي خدت مكانك في كاس مصر؟ معلش يعني، باي منطق برضه لما 3 سنين حضرتك بيتاخد منك المركز التاني عشان تبقى في المركز التالت وتلعب كونفدرالية، ونادي بيراميدز يلعب دوري ابطال افريقيا، يبقى نادي بيراميدز خد مكان مين؟ خد مكان الاهلي مثلا؟ ما الاهلي على طول بيشارك في افريقيا. انت يا كابتن، انت يا باشا، انت يا نادي اللي على طول دايما بتشارك في البطولة الاضعف اللي هي الكونفدرالية. بطولة دوري ابطال افريقيا هي البطولة الاقوى. ماليش دعوة بان في فرق ضعيفة او الفرق اللي موجودة في دوري الابطال دي ضعيفة ولكن وصلت. ضعيف، خد بالك، فرق ضعيفة بتوصل فين؟ بتوصل دوري ابطال افريقيا. فمعنى ذلك ان انت مش محصل ان انت تكون نادي ضعيف عشان توصل افريقيا. انت بتوصل كونفدرالية، البطولة الاضعف. فمعلش، بلاش النغمه بتاعت بيراميدز اخد مكان الاهلي والجمهور الاهلي يقول لك هو فعلا بيراميدز لو بالمنطق بتاعك ده يا باشا، بيراميدز هي اخدت مكانك انت. ليه؟ لانها بتشارك مكانك انت، بتشارك في دوري ابطال افريقيا مكانك. طب خلينا بقى نتخيل كده سيناريو ان السنه اللي فاتت الزمالك هو اللي خد المركز الثاني في الدوري، هل كنا هنشوف بيراميدز بيرفع كاس افريقيا ده؟ ولا كنا هنشوف؟ صح ولا غلط؟ فبالله عليكم بلاش النغمه دي، عشان خاطر انتوا رايحين في سكه غلط. فبصوا لناديكم وادعموا ناديكم. اقسم بالله نادي الزمالك عيب جدا يا جدعان اللي بيحصل فيه. هل يعقل نادي الزمالك داخل على افلاس تام؟ داخل على افلاس، فرحانين عشان فزتوا 6 على الفرقه اللي فاتت دي، اللي هي اقسم بالله الفرقه اصلا يا جدعان ما عندهاش امكانيات. يا باشا قالت لك انا هلعب الماتشين عندك عشان انا ما عنديش امكانيات.